لو انت سيلز مش شاطر ما ينفعش تشتغل كوبي رايتنج. انا كنت مزنوق لك في ان احنا نهاير شخص واحد وانت طلبتي برايس عالي قوي. انا مش عارف فاكره الكونفرزيشن اللي ما بيننا ولا لا، بس انا فاكرها كويس لان دي كانت من المرات القليله اللي انا خسرت فيها نيجوشيشن قدام حد كانت حرقاني. بس انا دايما بالنسبه لي ايه، الحركه الحلوه ما تزعلش. يعني هناخد فلوس كتير مقابل ايه؟ يعني مقابل سواء قلنا لا، هو هاخد فلوس كتير عشان ادفع حد اكتر. انت لما تتعلم حاجه وتقعد تذاكرها وتشتغل فيها سنتين، مبروك باسمك بيجنر. دايما الناس لما بتيجي تقول انا هعمل حاجه فور فري، القيامه بتقوم وايه انتوا بتشجعونا ان الكلاينت يستغلنا. جماعه free of money not free of service. اسلوب مشاهد. صح بجد. الحمد لله. نادرا قوي ما اتيك انترست ان انا انترفيو someone وابقى شايف في الستوري بتاعته ما يستحق ان الناس تتفرج عليه وتتعلم منه. يعني it's my pleasure والله ان انت اصلا تعمل انترفيو دلوقتي. والله انا راسي من فوق. انا عايز اسالك سؤال كده، بما ان الناس كلها بقت ريسنتلي اي حد بيشتغل اي حاجه يقول لك انا فريلانسر انا فريلانسر انا فريلانسر، لدرجه ان الناس بتفكر ان الفريلانس ده جوب ديسكريبشن. فريلانس ده هو واحد بيعمل 1 2 3 4 5 6. هو behind freelancing انت بتعملي ايه as a freelancer؟ بص انا بشتغل 3 حاجات في الحياه، بشتغل ترينر وريكروتر وكوبي رايتر. مينلي انا بعمل دايره، الدايره دي انا بعمل انجلش كوبي رايتنج فور ويب سايتس بس، ما بعملش غير كده، ما بعملش سوشيال ميديا. بتعملي انجلش كوبي رايتنج فور ويب سايت؟ ويب سايت. ممكن تشرحي ده اكتر يعني ايه؟ يعني صراحة أبو المجد عايز يعمل his own website as personal branding material. حلو. فأنا باجي أقعد معاك زي القعدة بتاعتنا كده وأقعد أسألك أسئلة بقى ديب كتير قوي، أعرف your unique selling proposition، أنت عايز تبان إيه قدام الناس، أعرف كل حاجة عنك اللي مش باينة للعالم، وببدأ إن أنا أتكلم عليها أو أعبر عنها في English copy. دي يعني محتاج حد متخصص يعملها؟ طب انا ممكن اكتب على نفسي انا صاحب المجد انا شاطر تعال ناخد عندي كورسات. انت عارف ان انا فوجئت ان هي محتاجه كده. انا اول مره دفعني فلوس قلت ايه الهبل ده، ايه الناس دي هي ويدفع فلوس حد يكتب لهم؟ انتوا بتهزروا يا جماعه ايه؟ بعد كده لقيت انه لا، هو مش اي حد يعرف يعمل كده. it's a huge science of evoking emotion والايموشن صح في الوقت الصح، science of using الكلمه اللي تعبر عن صراحه والمجد ما تعبرش عن بني ادم تاني. المفروض ستاند اوت عن بقيه عن القطيع. اكزاكتلي. والكي ووردز اللي اول ما اسمعها هفتكر اسم صلاح من غير ما اعرف ان ده صلاح. فانت مثلا لما بتشوف مثلا لوجو ماك من غير ما تشوف كلمه ماك هتعرف ان ده كوبي رايتنج. ده الكوبي رايتنج كمان ان انا اكتب يعني مش جرافيك ديزاين. this is copy writing. جرافيك ديزاين ده حاجه وكوبي رايتنج ده حاجه. من الاخر الكوبي رايتنج زي الجرافيك ديزاين بالظبط بس بالكلمات. اوكي. ده بالصور والانواع وده بالكلمات. اوكي. طيب انت مش كوبي رايتر ان جنرال، يعني مثلا ما بتعمليش كالندرز، ما بتكتبيش اوست، انت بس متخصصه في انك تكتبي محتوى الويب سايت اللي بالانجلش، حتى العربي ما بتعمليهوش. عندي بقى تيم بيترجم او بيكتب العربي، بس انا في الاول في الاخر انا متخصصه قوي في الحته دي. طب انت ايه رايك في الشخص اللي قرر ياخد سكه الكوبي رايتنج مثلا 360؟ انا هبقى بكتب اي حاجه، يعني ده ابروتش versus الفيرتيكال ابروتش اللي انت واخداه اللي هو انا هعمل دي ودي بس. اوكي. اني واحد تجيب جول اكتر في وجهه نظري؟ بص في الاول لازم تبقى ماشي بتعمل كل حاجه عشان تجرب وتبقى عارف انت عارف تدوس في ايه، بس eventually لازم تتخصص. ليه بقى؟ احنا عندنا مشكله كبيره قوي في الماركت. انا عشان بشتغل ريكروتر بقى فلابس قوي الحته دي. الناس من على الوش كلنا جامدين كلنا شاطرين، تعالى بقى كلمني في الصميم، تعالى كلمني في تفاصيل الشغلانه. بلح مش عارفه اجاوب، مش عارفه اقول لك، مش عارفه افيدك، وفي الاخر انت تبقى disappointed. ايه ده الاسم الفلاني جاي وفي الاخر مش عارف كده ليه؟ عشان الاسم الفلاني ده مخبط على كل الابواب ودخلها كلها، بس همسكش باب واحد جاب اخره. فهو في الاول مطلوبه كويس بس مش تعمل كده. اكشلي ده واحد من التشالنجز اللي قابلتني لما الناس بتقول لي صلاح انت بتعرف تشرح حلو، ما تشرح حاجات تانية جنب السيلز. وانت ما بتعرفش تشرح حاجات تانية غير السيلز. لا اكشلي انا عارف اشرح حاجات كتير قوي، بس what makes me unique هو ان انا ماسك تراك واحد وبتكلم فيه. ممكن اكسبشنالي اطلع بره، بس مينلي انا بتكلم في حته واحده. طب انت اخدت وقت قد ايه من ساعه ما قلتي يلا كوبي رايتنج لحد ايه ده دول دفعوا لي فلوس؟ بص هو انا القصه معايا بدات بالصدفه. يعني انا كنت انا اصلا مينلي في 2015 كنت شغاله في شركه تريننج، كنت تريننج كوردينيتور اللي هو ايه 2015 7 سنين. اوكي. يعني مثلا صلاح المجد جاي يدي معانا تريننج، فلبنى هي التريننج كوردينيتور بتيجي وراه بقى وتجيب له الميه وتعمل الورق. قعدت سنه باوبزرف ترينرز بس. ده اداني انسايتس كتير قوي ان انا اكتب. ما كنتش عارفه انا اكتب الكتابه.
فكنت بكتب كتير قوي ورا الترينرز، بكتب انسبايرنج ستوريز من وراهم. بعدين في الشركه مديرتي رنا عثمان ونيفين البيري، الاثنين هم اللي بصراحه يعني جميلهم فوق راسي. شافوا الكتابات بتاعتي قالوا لي لبنى انت شاطره قوي في الكتابه، ما تكتبي لنا الماركتنج ماتيريال. انت اصلا ما كنتش تعرفي ان في حاجه اسمها كوبي رايتنج اصلا وانت كتبتي ده انا كتبت وعجبتهم ووصلت المعلومه، فبقيت بكتب بروبوزلز، بقيت بكتب شغل مناقصات. شغل مناقصات كتير قوي. هي الواتساب محتاجه كوبي رايتر يكتبها؟ يا نهار ابيض جدا. اشمعنى؟ علشان بص انا لسه واخده مناقصه جي اي زد، سالتهم سؤال محدد، قلت لهم اشمعنى انا؟ قالوا لي عشان انت قريتي كراسه الشروط واثبتت لنا ان انت بجد عندك وات ات تيكس عشان تميت الكراسه دي. قلت لهم ما الناس بتعمل ايه؟ الناس بياخدوا كراسه شروط ياخدوها كوبي بيست وعندهم تمبلت بيحطوها ويلا. وي دونت في بيرسونلايز. اوكي، بتعملي كاستمايزيشن عشان ده اللي احنا بنقوله للناس في السيلز، انك تبيع البيعه بالتفصيل على مقاس. يعني حتى بقول لهم يا جماعه البياع الشاطر تازي شاطر يقيف البدله على مقاس الزبون. بالظبط. انت عارف انا دايما بقول لهم ان انت عايز تبقى كوبي رايتر لازم تبقى سيلز شاطر. لو انت سيلز مش شاطر ما ينفعش تشتغل كوبي رايتنج، ما ينفعش تشتغلها، مش ينفع، مش تنجح فيها اصلا. بس انت بتقولي 2015 يعني بقالك 7 سنين. كيف؟ يعني اصل في ناس فاكره في الماركت انك لسه ببقى انا ده في ناس لو بتبص لي كده انت بتعملي في الحياه لا. اكشلي يعني من الحاجات اللي انا كنت بتكلم فيها مع حد بيقول لي صلاح في بنوته طالعه جديد كده شاطره اسمها لبنى، ايه رايك في شغلها؟ فطبعا انا مش دماغي ان انت مش طالعه جديد. انا شخصيا اشتغلت معاك من 3 سنين. فبقول له لبنى مين يا ابني؟ فمش انا كنت جديد طالعه جديد. لا بس ده انتوا جايين كنا هم مروحين. شغاله في الكوبي رايت. اوكي، انا فاكر انا اول انتراكشن بيني وبينك دي حاجه من الحاجات اللي ممكن تاثر على سمعتي البيئيه بالسلب. كان حصل عندي جاب كده في الشغل واحتجت ريكروتر، ففي حد كمان فريند بيني وبينك رشحك بقوه، مش اللي هو اي في كذا قال لي بقول لك ايه خده ما تدورش. فخلينا كده نحط في البوكس الاولاني لان هسال مجموعه اسئله ورا بعض. اوكي، البوكس الاولاني ازاي قدرت توصلي للدائره اللي حواليك ان هم يبقوا عارفين انت بتشتغلي ايه فهم يبيعوك للناس؟ اوكي، لان دي مش سهله، لان المفروض الدايره بتاعتك هم عارفين ان رضوى بتشتغلي في الديجيتال ماركتنج في السوشيال ميديا. فبالنسبه لرجل الشارع يعني بتعملي ايه؟ بتردي على كومنتات مودريتور. على راي واحد صاحبي قال لك ايه، انا اعرف واحد بتاع كباشن حلو قوي، بتاع كباشن ده لو جامع كابشنز يعني. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه لما اتكلمنا معاكي في الاول انت حطيتي فيكسد برايس and you did not budge. انا فاكره الموضوع ده قوي، الموضوع ده قوي. فحتى انا لو اتشنكت قلت ده هي هتبيع لنا ولا انا صغير، وفي الاخر كملت اللي مشي. يعني انت برضه عملت اللي انت عايزاه في الاخر. اول حاجه ازاي عرفتي تثبتي اللي حواليكي او تلقنيهم ان لبنى بتعمل ده؟ تاني حاجه الشعرين الفاصله ما بين ابوش ولا ابول باك عشان الدين ما يطرش. اوكي، دي ما تجيش الا متثقه في الشغل. اوكي، ترمين على النقطتين دول. طيب اول حاجه انا لما كنت بشتغل في التريننج واكتشفت ان انا بحب الكوبي رايتنج رحت خدت الدبلومه 6 شهور وقعدت كل حاجه محتاجه اعملها سواء كوبي رايتنج. ثانيه واحده بس، خدتي دبلومه قد ايه؟ دبلومه 6 شهور. يعني الدبلومه 6 شهور دي كانت عشان بس ابقى فاهم السيكونس صح، كانت بعد ما قعدت سنه بتوبزرف اكزاكتلي وبعدين تبتدي يس فايز بالحيطه. يعني كتبت وعملت كامبين وفشلت بالنيجاتيف. يعني تاني كده قعدنا سنه بنوبزرف يس، وبعد كده نكتب، بعد كده فايش، بعد كده المديرين بتوعنا يقولوا لنا انت شاطره، بعد كده كتبتي بيتس ونجح، بعد كده رحنا خدنا الدبلومه 6 شهور. اكزاكتلي. بعد الدبلومه I handled my first client. يعني كانت ترينر عندنا واستأذنتهم طب ممكن لبنى تشتغل معايا فريلانسنج، قالوا لها ماشي. قعدت معاها سنه كامله محدش يعرف انا بعمل ايه في الحياه. اي حد بيسال لبنى تريننج كوردينيتور، لبنى اللي بتجري بالورق ورا الترينر، ده اللي الناس عارفينه عني. بعدين الكلاينت دي قالت لي عايزه ان احنا نشتغل مع بعض فول تايم، قلت لها سوري مش بشتغل فول تايم، فسيبنا بعض. اوكي، قعدت ادور على كلاينت كوبي رايتنج صحراء عشان ما حدش عارف ان هو محتاج كوبي رايتنج، ما حدش عارف ان هو محتاج كوبي رايتنج، ما حدش عارف يعني ايه اصلا كوبي رايتنج، ما حدش عارف انا بعمل ايه. فبدات ادور في دفاتري كده وبدات اسال الناس، يا جماعه هو انا بشتغل ايه؟ كل الناس وعلى فكره taking survey من الناس is very important طبعا. انت تبقى شايف نفسك بصوره الناس مش شايفاك بيها اصلا. ده حقيقي. عملت سيرفيز كتيره واكتشفت في الاخر ان ما حدش عارف ان لبنى بتشتغل كتابه اصلا، يعني بيندهشوا اللي هو ايه. فرحت كاتبه بوست على الفيسبوك. الاول دخلت على ماي فريندز لقيت ان انا عندي ناس من الستودنت اكتيفيتي اللي كنت فيه شغالين في ديجيتال ماركتنج ايجنسيز، صحابي اللي اتخرجوا من المدرسه ليهم كونكشنز. قلت بس تمام. رحت عامله بوست بابليك اون فيسبوك قلت لهم ها يا جماعه ازيكم، اللي ما يعرفش انا بشتغل كوبي رايتر بقالي سنه،
دي السامبلز اللي كتبتها، انا متخصصه في كتابه 1 2 3. لو حد بيدور على شخص يكتب له بيرسونال براندنج ماتيريال او يكتب له ويب سايتس، كونتاكت مي. انا يعني جالي 3 كلاينتس. دي اللي انا دايما بقول للناس عليها to put yourself out. يس. لان الناس بتبقى تقول لك صلاح انا خدت كورسات وعملت مش عارف ايه وما جاليش كلاينت. حد عارف؟ ما هو انت you did not put yourself out. يقول لك ما انا قلت للناس كلها، ويقوم قايل المسمى الوظيفي بتاعه اللي هو مثلا سي انا كوبي رايتر. ما هي المشكله when it comes to awareness في الماركتنج، انت محتاج two types of awareness بان في مشكله، وتاني awareness ان المشكله دي اسمها كذا وحلها كذا. جالي 3 كلاينتس واشتغلت معاهم، واللي حصل بقى ساعتها انه I exceeded their expectations، وعملت غلطه طبعا ان انا ما كنتش عارفه تسعيره السوق. فاول كلاينت جالي طلبت منه 800 جنيه على شغل بيتعمل ب 3000 جنيه. طبعا انت 800 جنيه دي كان بالنسبه لك اللي هو انا كنت اتعشيت فاهم، واللي هو انا ملكه. أوكي. انا فاهم، انا خلاص كده، ده 800 جنيه يا جماعه، ده فاهم. قعدت كتبت 2 pages. انا بجد قعدت اتساءل. بعدين لقيت انه اللي خلاني اوصل لده ان الناس بقت عارفه، فبقيت بعرف كل الناس، حتى مامتي. انا مامتي كنت بروح اقول لها ماما انت عارفه انا بشتغل دلوقتي كذا كذا كذا، كانت تقول لي يعني بياعه كلام. انا جالي من مامتي اوفر ان انا اعمل ماركتنج كامبين مع اورنج. اوكي. ما اتعملتش يعني واو. ما كملتش، بس you يعني the radar picked you up. بالظبط كده. ليه بقى؟ ماما قاعده مع جارتنا، انت عارفه لبنى بتعمل ايه؟ ده لبنى بتكتب كوبيز وبتعمل كلام اعلانات. ايه ده لبنى بتكتب اعلان؟ ده انا ابني كان لسه بيحكي لي ان في اورنج عايزين كذا. قعدنا مع بعض لنكتوا سوا. الموضوع ما كملش، بس اي تيستد انه لما تعرف الناس اللي حواليك بتعمل ايه الموضوع بينجح. بس انا عندي هنا في نقطه مهمه قوي عايز اقف عندها، لان في ناس كتير دايما بتيجي تسالني خاصه من جين زي الناس اللي طالعه صلاح عايز ابدا تراك الفريلانسنج، ادخل منين واجي وامشي ازاي. دايما بحس في السؤال بتاعهم ان هو عايز قبل ما ياخد اي خطوه يبقى مغسل وضامن جنه. ازاي يعني ازاي صلاح اديني المجال اللي اكيد هينجح. يعني انا ملاحظ انك فضلتي سنه كامله تخبطي ايوه with absolutely zero expectations ان الكلام ده اصلا هيطلع قماش. وما اعرفش حد فريلانسنج غير شخص واحد، وفريلانسر من زمان قوي، فحتى مش هكمبير نفسي بيه. فانا اصلا ساعتها ما كنتش عارفه ان اللي بعمله ده اسمه ان انا فريلانسر لا، كان بالنسبه لي بشتغل حاجه بحبها جنب الشغل. اوكي. عشان مش عارفه اشتغل الاثنين. طب اخبار الشغف ايه اياميها؟ كنت بتعملي ده عشان ده شغفي عشان لاقيه نفسي كده انا مؤمنه ان انا لازم اعمل حاجه بحبها. اوكي. بس في نص الطريق كان في الاول الموضوع بيلمع قوي، الموضوع كان حلو قوي. بعدين لما بقيت بكتب ويب سايت ورا ويب سايت ورا ويب سايت، بقيت بلاقي انه بسبب ان انا بتبع شغفي مش بتبع السيستم، لو انا مش عاجبني الكلاينت ما اعرفش اشتغل. انا في شغلانه ضاعت مني والكلاينت اتضايق مني قوي، لان انا ولا كنت حابه الكلاينت ولا حابه الشركه ولا انسبايرد بيها. فوقفت مع نفسي قلت لبنى انت لازم تبقي انسبايرد بقصه الكلاينت، مش هتعرفي تكتبي له، واحنا كده مش هناكل عيش. صح. فمش هينفع. فبدات ساعتها اتعلم السيستم. بقيت ساعتها اتعلم انه جميل الشغف وجميل ان انا احب الحاجه، وانا مؤمنه اني لازم احب الحاجه، لازم جميل البدايات. حلاوه البدايات. بس في الاول وفي الاخر ما هو الحب ده مش هيكمل. ما الحب ده في الاول وفي الاخر انا هحتاج سيستم عشان لما تبقى نفسيتي وحشه، عشان لما ابقى مش عايزه اشتغل دلوقتي، عشان ابقى محتاجه فلوس الشغلانه مع اني ما بحبش الشغلانه دي. ما انا في الاول وفي الاخر شغاله ليه؟ ما انا عايزه فلوس. اصل في ناس تقول لك انا عايزه اشتغل سيلف امبلويد عشان ما يبقاش في حد متحكم فيا، ابقى انا مدير نفسي. انت لو بتشتغل مع 5 كلاينت فال5 مديرين. 5 مديرين وانت مدير على نفسك. فانت عندك 6 مديرين. اوكي، ده كويس قوي ان الناس تبقى عارفه حاجه زي دي. ما هو انا دايما بتكلم مع الناس انه الفريلانسنج يا صلاح ما فيهوش مميزات وعيوب. الفريلانسنج فيه ديل بريكرز. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش مثلا ان انا اجي اقول من مميزات الفريلانسنج اني بشتغل من البيت. انا بالنسبه لي دي كارثه. انت تقعدنا اشتغل في البيت، ده بالنسبه لي من مساوئ الفريلانسنج. بس في ديل بريكرز. فمن ضمن الديل بريكرز ان انت لازم تستحمل انك بتهندل كل الناس اللي انت بتشتغل معاهم. انت دلوقتي انا لما اشتغلت معاكم في تيم اسل ديجيتال ماركتنج ايجنسي، كان بيحصل ايه؟ في اكاونت مانجر انت معينه، هو اللينكايه اللي ما بين الكرييتيف تيم اللي قاعد بيطير في افكاره وما بين طلبات الكلاينت. انت في الفريلانسنج انت مفيش كده، انت الاكونت مانجر بتاع نفسك، روح بقى انت هاندل الكلاينت. انت دلوقتي عملتي حاجه انا مش عارف كنت عارفاها ولا لا، بس انت مشيتي معايا السيلز بروسيس اللي انا بعلمها للناس بالمسطره. يعني انا كنت مزنوق لك في ان احنا نهاير شخص واحد، وانت طلبت برايس عالي قوي. انا مش عارف فاكره الكونفرزيشن اللي ما بيننا ولا لا، بس انا فاكرها كويس لان دي كانت من المرات القليله اللي انا خسرت فيها نيجوشيشن قدام حد، ويعني كانت حرقاني. بس انا دايما بالنسبه لي ايه، الحركه الحلوه ما تزعلش، الحلو نقول له حلو في عيونه. فانا حتى بعد ما قفلت كان معايا فاطمه ماي بارتنر، قلت لها بص انا ما اعرفش يا ريكروتر شاطره ولا لا، بس هي باعت لي
فما نشوف. فاكره لما قلت لك عايزين نديسكاونت البرايس، انت كان ردك عليا ايه؟ انا فاكره، مش عارف تفكريه ولا لا. انا ساعتها مش فاكره، بس انا ساعتها قلت لك ان انا هوعدك اللي انا فاكراه ان انا قلت لك انا هوعدك بالكواليتي، مش فاكره باقي انت الكونفرزيشن. قلت لي في ريكروترز كتير وبيركروتوا في كل الفيلدز وخبراتهم اعلى مني، انما انا الوحيده اللي جاست سبيشاليزد في ريكروتنج ديجيتال ماركتيرز، انا ما بعملش غير ده في حياتي. with this true. فساعتها اي واز لايك هو انا ممكن الاقي حد اشطر من لبنى بكتير ان جنرال، بس في الحته دي هي لبنى. اوكي. بعد كده قمت انت ضحك عليا بقى وعامله لي ايه؟ اب سيلينج، لو جبت لنا الناس. بعد كده الناس كان عندها مشاكل. دي بقى اللي انا فاكراها، ان انا حلو. قعدت اشتغل معاك الاول فريلانسنج. اولا انا اصلا لما قلت لا لفاطمه وان انا مش هديسكاونت، بس اي بروميس بالكواليتي اللي انت مستنياها، وان لو حد مش هيجيب لك ريبليسمنت والحاجات دي كلها، انا قفلت وانا حاطه ايدي على قلبي انا عايز اشتغل معاكم. بس انا حاطه ايدي على قلبي ان ده ريسك، ما انا خدت ريسك كبيره قوي ان انت تقول لا، فساعتها انا هخسر الفلوس كلها وهخسر صح. الشغل معاكم. ساعتها انتوا لما قلتوا ماشي وبتاع، بعدين كلمتوني ما تيجي بقى تشتغلي معانا فول تايم. يس ساعتها رحت لها قلت لك سوري ما بشتغلش فول تايم، هشتغل بارت تايم. ده حقيقي. قلت لي ايوه عايزه ايه يعني. ساعتها بقى كان اول مره اقعد معاك، وانت ساعتها كنت يعني كنت خايفه منك. انا كنت قاعده معاك ليه؟ كنت ده أنا خايفه جميل. منك عشان كنت حاسه اللي هو شكله فاهم قوي، وانا خايفه قوي ان انا اقول حاجه تبيني عبيطه، فاهم؟ اوكي. فساعتها قلت لي انت عايزه ايه يعني في الاخر؟ قلت لك انا عايزه اجي 3 ايام واجي الساعه 10 مش الساعه 4. قلت لي بس ده مش بارت تايم، انت كده شغاله بارت تايم جوه البارت تايم. قلت لك الشغل هيمشي اتفقنا على كي بي ايز نمشي عليها وخلاص خلصنا. وجربنا وقعدنا مع سنه. انا واحد من ارخم المديرين اللي ممكن تشتغلي معاهم. ازاي عرفتي تهندليني؟ خاصه ان احنا شخصيتنا ضد بعض خالص. خالص. انا اصلا كان عندي مشكله كبيره قوي يعني معاك. اصلا بستغرب ان احنا بقينا اصحاب بعدها، لان يعني هو مش منطقي. انت فيكي كل حاجه ضد طبيعتي وضد مبادئي. انت كنت بتخش الاوفيس تقول لي ما كفايه يعني كفايه ابتسام، انا اتخنقت. بحس اتخنقت مني ليه؟ ما عملتش حاجه. يعني انا ببقى داخل، يعني انا دايما كان يعني علاقتنا ببعض. شفتي فيلم تيمور وشفيقه؟ خش جوه ماما الصبح وقولها صبح. يعني انا ببقى داخل الشركه بجد كنتش عليا داخل الشركه الساعه 11 الظهر مثلا 10 الصبح، وانت صاحيه بقى مش شايفه الشروق من الساعه 5 الفجر وسعيده وفي قمه نشاطك. صلاح ازيك؟ بس يا لبنى، مشيت. ولما بتصل بيك قبل الساعه 12 ما تردش. يس. ترد عليا الساعه 4 وانا ماشيه. اللي هو هندلتيني ازاي؟ بص، حاسه انه الموضوع ما كانش هندله على قد ما بيليفنج ان يو فاطمه بشكل كبير قوي. قصه تيم اس بالنسبه لي كانت انسبايرنج الى اقصى درجه. فكره ان انتوا كنتوا اوريدي عندكم بين في ان انتوا ترن يور اون ديجيتال ماركتنج في الشركات التانية. فكره ان انتوا داخلين بمايند سيت واضحه، يعني انتوا مش داخلين تهزروا. يعني كان عندي مشكله كبيره قوي في الستارت اب سين عامه، انه يلا جيب بين باجز وانا افتح ستارت اب. انتوا كنتوش داخلين كده، انتوا كنتوا داخلين عندكم فيجن حقيقيه. فانا من كتر انا من اول مره انت حكيت لي الفيجن، فاكر انت قلت لي ايه على تي ام اس؟ ساعتها قلت لي عارفه في الجيش لما بيبقى عندك رجال المهام الخاصه بينزلوا يخلصوا. ساعتها اصلا انا من ساعتها انت عارف انا كتبت لكم الكوبي بتاعت الويب سايت بتاعكم بعديها بسنتين. انت عارف ان الكوبي دي الدرافت بتاعها مكتوب من اول مره قعدت معاك فيها. يس. ساعتها قلت لي احنا سكواد، احنا بننزل نقفل البيعه، احنا بنخلي الناس شويه تنزل تلعب وبعدين احنا بننزل نقفل. عاده لما حد بيقول لي كده بقول جميل كلام، زي اللي هو احنا اعلى كواليتي باقل سعر. لو قعدت اتكلمت معاكم، لا هو انتوا فاهمين انتوا بتعملوا ايه، فاهمين انتوا عايزين ايه، فاهمين الاكتوال بين بتاع الكلاينت. فانا كان بالنسبه لي this is inspiring enough. طيب يعني حتى بقى لو انت بتردش عليا، حتى لو فاطمه بتتخانق معايا. يس. يعني انت برضو احنا كان عندنا انت كنت بتتعاملي مع 2 مانجرز، الاثنين ولاد لذينه، صلاح او فاطمه. معظم الناس اللي بيشتغلوا في فيلد الفريلانسنج يقول لك بقول لك ايه، هتصدعني هروح اشوف شغل تاني. مش هتلاقي شغل تاني، صح؟ مش هتلاقيه. هو صراحه انا جالي من بعدك كام كلاينت، جالي منك انت كام كلاينت. فاطمه بتعمل لي ريكومنديشن لكام كلاينت. هو ده بيحصل اصلا ليه؟ هل عشان احنا بس اصحاب؟ لا، هو عشان احنا اصحاب وانت شفت الكواليتي الشغل. لا ما هو احنا خلي بالك، ما هو برضه حتى لو كنا اصحاب مش هصغر نفسي مع الناس. شكرا بالظبط. هو يعني الناس بقى بتسميها انت صاحبتي هبصيلك كلاينت بوظتي معاه بعد كده اقول ما اعرفكيش. اكزاكتلي بالظبط كده. بس هي الفكره كلها ان انت اصلا كفريلانسنج. يا جماعه الفريلانسنج مش جنه الله على الارض. الناس بتبروز الفريلانسنج ان هو الخلاص والحياه الحلوه. الحياه حلوه. انا اكتر حد بتشجع على الفريلانسنج، بس لازم تبقى اوير انت داخل على ايه. لو انت ما عندكش خلق تستحمل الكلاينت بعيوبه قبل مميزاته، ما تشتغلهاش. اشتغل في شركه واكونت مانجر يهندل لك الكلاينت. اكشلي يعني اي ثينك ان لان انا بقى لما خرجت بره الموضوع وبدات ابص على الشغل بتاعك من بره، انت يو ور مور اوف ا بيبي سيتر. انت كنت زي ما بتقولي كده.
وبتوصل في مرحله بما انك فريلانسر فانت مش محكوم بالفورمال فريم ورك بتاع الشركات وبالكلام ده كله، غصب عنك العلاقه بشكل او باخر بتجيت بيرسونال. يس فعادي جدا تلاقي انك محتاجه تهندلي فاطمه في مشكله اسريه عندها علشان الشغل يمشي. يس انا اي اجري جدا مع الكونسيبت ده. في فريلانسرز يقولوا لك لا كيب ات بروفيشنال. في فرق ما بين ان انا كيب ات بروفيشنال واكشر في خلقه اللي قدامي. ما هو بروفيشنال مش معناها ان انا اقعد قدامك عامله كده لو سمحت نتكلم في الشغل، مش هطلع منك حاجه. شغلانتي الكتابه ان انا اكتب واعبر عنك، فانا لو انا مش مدياك مساحه ان انت تاوبن اب ليا هنشتغل مع بعض ازاي؟ طيب في حاجه كده برضو الشباب الجميل اللي بيخش سكه الفريلانسرز بيقع فيها، اللي هي يقوم قايل لك الكلاينتس بقوا مقرفين قوي، مش فاهمين انا بعمل ايه. يعني انا اجمد من السوق، الشغلانه بتاعتي حلوه بس مش في السوق المصري، مش فاهمين انا اللي بعمله. حتى انا دايما بتخشي على البيجز بتاعه الناس اللي بيشتغلوا في الفيلدز دي كلهم عمالين يشتموا في الكلاينتس. هل العيب في الكلاينتس ولا العيب في الفريلانسر او سيرفيس بروفايدر ان جنرال؟ دايما بسمي انه الفريلانسر ده educator وكونسلتنت. هسألك حاجه، لما ركبتك وجعتك كنت انت عارف الساينتفك ريزن ليه ركبتك وجعتك؟ انت عارف ان انا هروح لدكتور عظام وينفع يا اما اروح لدكتور تاني. بالظبط. الدكتور وظيفته ان هو يقول لك انت عندك ايه. احنا برضو في مجال الكوبي رايتنج او مجال التريننج او مجال الريكروتمنت او اي حاجه في الفريلانسنج، انا باديوكيت الكلاينت، ودي حاجه مش عيب. هو في الاول وفي الاخر الكلاينت لو عارف وفاهم هيجيبني ليه؟ والله ما هو الكلاينت بيجيبك عشان حاجتين، يا بيشتري وقتك يا بيشتري علمك يا بيشتري الاثنين. فانت في الاول وفي الاخر لازم يبقى عندك استعداد تقول تعلم الكلاينت شغلانتك. لكن فكره ان الكلاينت يجي لي فاهم بالظبط زي الفكره بتاعت ان انا اخش عند الدكتور انا اللي عارف انا عندي ايه، لا طبعا. اكشلي انا من الحاجات اللي انا بحبها فيكي قوي ان انا دايما ببقى شايف ان اللي بيشتغل في از فريلانسر مفيش قدامه غير انه يلم حاجه من الاثنين، يا يلم لايكات يا يلم دولارات. فانا كان عاجبني قوي ان انت من زمان، ودي طبعا ظهرت عن طريق ان انت بدليل ان انت يو جات ريفيرد ليا وانا بعد كده بدات اريفير ليكي ناس، انك من زمان وانت مركزه قوي انك تبقي معروفه في دواير الديسيجن ميكرز، مش انك تبقي بابليك فيجر. يعني اي بليف ان معظم الناس اللي بيخشوا مجال الفريلانسنج بيبقوا مشدودين لحته انه يعرف الناس يا جماعه I'm bragging about being a freelancer more than يا جماعه انا يعرفني الناس اللي هتاخد القرار. يعني انا اي ثينك مثلا انت يعني ممكن يبقى في فريلانسر تاني عنده 250,000 فولور، نص مليون فولور، وانت تعرفي 50 بني ادم، بس ال 50 بني ادم اللي انت تعرفيهم هم 50 شركه يعرفوا 100 شركه يعرفوا 100 شركه، فانت you will never ever be out of clients. انما التاني بيلم لايكات. تمام. شايفه ان دي حاجه صح ولا حاجه غلط؟ يعني ايه الصح فيهم، ان انا ابقى معروف في وسط دايره الديسيجن ميكرز ولا ابقى بابليك فيجر؟ بسأل الناس دايما واتس يور جول. لو يور جول ان انت تكون انفلونسر وتجيت انفايتد علشان تعمل مثلا ماركتنج لخاتم معرفش ايه اللبس الفلاني، تنزل تتكلم في ايفنت، اهتم بالارقام. لكن لو انت فعلا فريلانسر بتقدم تكنيكال سكيل، زي ما احنا كنا بنتكلم انه الفريلانسنج هي مش شغلانه، هي طريقه لعمل الشغلانه. فلو انت بتدور على فلوس من ان انت تعمل تكنيكال سكيل، ارض الواقع الاول. انت اصلا النجاح الحقيقي ان انت تبقى في دواير ارض الواقع معروف، فالناس تبقى بتقول اسمك في ارض. يا فرحتي ان انا بقول اسمك اونلاين، فانت بتروح انترفيو في التلفزيون تتكلم عن قد ايه انت جامد، بس اجي اشتغل معاك الاقيك مش فاهم نص الكلام اللي انا بقوله. طب ما انت في الاول في الاخر ده بيحصل. انا وقعت كتير جدا في الحاجات دي. انا كنت بحس اللي هو يا جماعه هو فين الدبث انفورميشن؟ يعني فين عمق الموضوع؟ انا ليه لما باجي اتكلم معاكم انتوا مش فاهمين نص كلامي؟ بس الموضوع بيبقى اصلا انا عندي ارقام على ما اعرفش ايه. اوكي. الارقام مش الميجرمنت، الارقام دلوقتي مطلوبه، بس تعالى تبقى معروف على ارض الواقع الاول. بلاش اهتم بالارقام بس بعد ما تهتم بالتكنيكال سكيل. يا فرح الارقام دي هدفها ايه؟ هي مش دي الغايه، دي الوسيله. الوسيله ان انا اجيب كلاينت وكلاينت يدفع كويس. انا في الاول وفي الاخر كفريلانسر، عشان نبقى بس متفقين، فريلانسنج اضعاف الفول تايم. هتاخد فلوس اكتر من الفول تايم بكتير، وهتلبس شغل اكتر من الفول تايم بكتير برضه. ده كده انت شغال صبح وبالليل وجمعه وسبت يعني واللي عيد الناس يعني بتعيد وانت قاعد على اللابتوب. انا فاكر لما انت كنتي معانا على فريلانس بيزس انت كنتي كوميتد لينا اكتر ما لما تعينتي في الاوفيس. ده انا الاوفيس كنت امشي الساعه 4. فاطمه انا خلصت، انا مشيت هكلمك بكره. انما اعمل الفريلانسنج 10 بالليل 10 الصبح. اجازه أيوة. مش اجازه بقول لك ايه اللي انت عملتي له ريكروتمنت ده مش عاجبني غيريها لي، تعالي اقعدي معاها. صح، واقعد ابرطم وادبدب في الارض. بس الكلاينت عايز كده. بس ده كلاينت. ما هو انت معلش يعني هناخد فلوس كتير مقابل ايه؟ يعني مقابل سعاده عيوننا؟ لا هاخد فلوس كتير عشان ادفع حتى اكتر.